المكياج معمول عشان تخفي العيوب، تخفي الحبوب، إنما تخفي الزوج غريبة دي. بس ده اللي عملته بطلة حكايتنا النهاردة اللي خفت 600 راجل غير جوزها. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. في القرن ال17 خلال عصر النهضة في أوروبا كانت العائلات بتجبر بناتها على الجواز، وبمجرد دخولها للحياة الزوجية طبعا بيكون للزوج السيطرة الكاملة عليها، لدرجة إنها ما كانتش تقدر تعترض على أي معاملة وحشة منه. واللي زود المشكلة إن الطلاق عندهم كان مستحيل في الوقت ده، فكان معظم الستات نفسها ومنى عينها تكون أرملة بأي شكل، لحد ما ظهرت في نص القرن ال17 واحدة ست اسمها جوليا توفانا، ودي كانت أرملة عندها محل بتبيع فيه مكياج وخلطات تجميل في روما. والست جوليا الله يبارك لها ساعدت 600 واحدة إنها تخلص على جوزها وتخلص من الجوازة السودا دي، بس بطريقة ما تجيش على بال الجن الأزرق. جوليا كانت بتبيع مستحضر تجميل اسمه أكوا توفانا، ودي كانت خلطة مخصوصة عملتها عشان تقدم للستات الحل لكل مشاكلهم، أو زي ما سمتها جوليا الطلاق الإيطالي المبكر، لأنه هيساعد الست تخلص من جوزها وبشكل طبيعي جدا. وعملت جوليا توفانا الخلطة بتاعتها دي من المواد السامة اللي كانت بتبيعها في محل المكياج، والمكون الأساسي هو الزرنيخ اللي كانوا بيستخدموه في الوقت ده عشان يبيضوا بيه لون البشرة. والمكون التاني في الخلطة كان نبات البيلادونا، وده كانوا وقتها بيستخدموه للعين علشان يديها شكل أكبر، وده بالإضافة لمكونات تانية. وكانت الخلطة اللي قلناها دي أو الأكوا توفانا ما كانش ليها ولا طعم ولا لون ولا ريحة، وده اللي سهل اختلاطها بالنبيذ أو أي مشروب تاني، وكان يدوب 4 نقط منه على مدار أيام تقضي على أجدعها شنب، ومن غير كمان ما يبان أثره في التحاليل. وزيادة احتياط كانت جوليا بتحط الخلطة بتاعتها دي في علب مستحضرات التجميل، والست من دول تشتريها من هنا وتحطها على تسريحتها عادي جدا، وكل ده عشان طبعا الزوج ما يشكش في حاجة، ما هو مكياج بقى. والست جوليا بصراحة كانت صاحبة مبدأ، ما كانتش بتعمل الخلطة دي علشان خاطر الفلوس لا سمح الله، لأ، ده علشان تساعد الستات اللي تعسى في حياتهم الزوجية. ومرت الأيام والخلطة ماشية تمام، وفي يوم راحت واحدة من زباين الست جوليا تشتري الأكوا توفانا، وخدتها وروحت عملت لجوزها شوربة وحطتها له فيها وقدمتها له، بس فجأة ضميرها صحي ومنعته إنه يشربها وشالتها من قدامه. وبعد إلحاح من الزوج إنه يعرف السبب اعترفت له الزوجة بكل حاجة، فخد الراجل مراته على الاسم، وهناك اعترفت انها اشترت الخلطة من جوليا توفانا. وعرفت جوليا ان البوليس هيقبض عليها، فجريت تستخبى في كنيسة. بس طبعا لما الخبر انتشر في روما كلها دخلوا الناس للكنيسة وسلموا جوليا للبوليس، وبالتحقيق معاها اعترفت انها خلصت على اكتر من 600 واحد بنفس الخلطة دي. وده حصل ما بين سنة 1633 لسنة 1651. وعشان زي ما بيقولوا ابن الوز عوام، اتضح ان جوليا بنت الحاجة ثفانيا دادامو اللي خلصت على جوزها بنفس الخلطة. وطبعا جوليا مش هينفع تبقى أقل من الحاجة والدتها، لأنها أول حد جربت عليه الخلطة كان جوزها برضه. وفي يوليو سنة 1659 اتعدمت جوليا مع بنتها اللي كانت مساعدتها الأولى، بالإضافة ل2 كانوا شغالين معاها. وتنفذ الحكم في ساحة كامبيو دي فيوري في روما. وبعد إعدام جوليا قال كتير من زباينها إنهم اشتروا الخلطة دي لأغراض تجميلية، بس بعد التحقيق في منهم اللي اتسجنت وفي منهم اللي حصلت جوليا. ورغم كل ده استمرت شهرة الأكوا توفانا حتى بعد إعدام جوليا لسنين طويلة، لدرجة إنه يقال إن الملحن الشهير موتسارت قال وهو على فراش الموت سنة 1691: أنا متأكد أن شخصا ما قد سممني بسم الأكوا توفانا. ودي كانت أغرب حكاية للمكياج في حكاوي الدنيا.